السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا جينا لكم بفيديو جديد، فيديو بخصوص بطاقة التموين. واخيرا في اضافة مواليد اليومين دول، وده دي استمارة بالاوراق المطلوبة عشان اضافة المواليد. هم 4 فئات: بتوع التكافل وكرامة، والخدمات المتكاملة، والأرامل والمطلقات. فهنقراهم كده مع بعض. الأوراق المطلوبة. الأوراق بسم الله الرحمن الرحيم. الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد الفئات الأولى بالرعاية: مستفادين تكافل وكرامة، مستفادين خدمات متكاملة، الأرامل، مطلقات. 1. المستفيدين تكافل وكرامة: صورة بطاقة شخصية للزوج والزوجة سارية، صورة بطاقة تموين، صورة الفيزا، صورة بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لأبناء المراد إضافة، يعني عيال مثلا أبناء صغيرة، شهادة ميلاد. أبناء عدوا 16 معاهم بطاقة يبقى صورة بطاقة. اللي بعده أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية. يعني احنا هنروح المكتبة ونستعلم زي ما بنستعلم على الفيزا كده بتاع تكافل وكرامة، ويطلع لنا مثلا الحالة ساري، ونقول له يطبع لنا طبعة. هناخد الطبعة دي ونطلع بيها على إدارة الشؤون الاجتماعية، وهنقول لهم عايزين نختم دي عشان نقدمها للتموين. هيختموها لنا ونروح نقدمها مع الورق. رقم تليفون مسجل رب الأسرة على بطاقة التموين. رقم التليفون اللي هما كانوا بيقولوا ده عايزين نضيف رقم الموبايل لبطاقة التموين اللي انتوا كنتوا ضايفين بيه. 2. المستفيدين من الخدمات المتكاملة. الخدمات المتكاملة الناس اللي هي معاها كارنيه بتاع الخدمات المتكاملة، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة. صورة بطاقة شخصية للزوج والزوجة سارية، صورة كارنيه خدمات متكاملة، صورة بطاقة التموين، صورة بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لأبناء المراد إضافتهم. رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين. 3. الأرامل. صورة بطاقة شخصية للزوجة أرملة سارية، صورة بطاقة تموين، صورة بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لأبناء المراد إضافتهم. رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين. صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج، برنت تأميني مختومة بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمتها عن 1500 جنيه. 4. المطلقات. صورة بطاقة شخصية للزوجة مطلقة سارية، صورة بطاقة التموين، صورة بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لأبناء المراد إضافتهم. رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين، على بطاقة تموينية. صورة قسيمة الطلاق كمبيوتر حديثة، برنت تأميني مختومة بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمتها عن 1500 جنيه. دي كده احنا بالنسبة احنا قلنا ايه ال4 فئات اللي هما التكافل والكرامة والخدمات الخدمات المتكاملة والأرامل والمطلقات. هنا بقى 5. دي ملحوظة: إذا كنت البطاقة التموينية المراد إضافة أفراد عليها 4 أفراد أو أكثر لا يتم قبول طلب، وذلك لأنه حديث أصبح الحد الأقصى للأفراد هو 4 أفراد فقط. بالنسبة بقى أنا أوضح لكم المعلومة دي، يعني لو حد عنده 4 أفراد على بطاقة التموين مش هينفع يضيف أي حاجة ولا يعمل أي حاجة. 3. ممكن تروح تضيف 1. 2. ممكن تروح تضيف، لو أنت عندك 2 على البطاقة ممكن تروح تضيف 2. آخرك 4. كلام واضح. هتاخد شهادة الميلاد بتاعتهم وتروح تضيفهم معاهم بطايق بصورة البطاقة.
الملحوظة بين الكلام واضح أو تحت. آخر البطاقة 4 أفراد مش أكتر من كده. نكمل. أفراد فقط وإن كانوا من المستفيدين خبز فقط، لا يوجد ضم أبناء المقدمين على بطاقة الأب المطلقات الحاصلين على حكم قضائي بخصوص الأبناء إلا من خلال مديرية التموين فقط. يعني بيقول يعني لو واحدة مطلقة، يعني الأبناء لو على الأب واحدة مطلقة مينفعش تضم الأبناء إلا في مديرية التموين، إلا من خلال مديرية التموين فقط. سيتم تجميع طلبات من المواطنين من خلال مكتب التموين وإرسالها لمديرية تموين الجيزة للإضافة بعد مراجعة كافة الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين. يا رب لو عجبكم الفيديو تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب وتظبطوا لنا الدنيا، تفعلوا لنا بحيث ان الفيديو يعلى ويوصل لكل الناس. ويا رب بدعمكم معانا نوصل لكم ان شاء الله بفيديوهات تانية احسن بكتير بأمر الله. وتابعونا وبأمر الله كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.